أمراض القلب هي المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم، وطبيعة أكلنا بتحدد بنسبة كبيرة صحة قلبنا. طب يا ترى هي إيه الأكلات اللي بتحسن صحة القلب وتحسن الدورة الدموية؟ الفراولة، ودي مليانة مواد اسمها فلافينويدز، ودي ليها دور كبير في تنشيط الدورة الدموية. الشطة، ودي اتعمل عليها دراسات كتير جدا، والدراسات أثبتت إن الشطة ليها تأثير مماثل تماما لأدوية تنشيط عضلة القلب وأدوية تنشيط الدورة الدموية. وبالنسبة للناس اللي مش بتحب الأكل السبايسي ممكن نضيف كمية بسيطة جدا على الأكل وهتفرق. طب هل في حاجة ليها تأثير مماثل للشطة؟ أصل أنا مش بحب آكل الشطة تماما. القرفة، واتعمل عليها دراسات برضو ولقوا إن هي ليها تأثير مماثل للشطة وتأثير مماثل لأدوية القلب. جذور الجينسينج، ودي من المكونات الرئيسية في المطبخ الصيني، والصينيين نفسهم بيقولوا إن جذور الجينسينج دي سبب نشاطهم الدائم، ودي تقدر تلاقيها في كل السوبر ماركتات الكبيرة. ممكن تضيفها على الأكل أو تستخدمها كمشروب. طب هل في مشروبات تاني لصحة القلب؟ مشروب الحلبة اللي بيزود نسبة السيولة في الدم ويمنع الجلطات وبالتالي بينشط الدورة الدموية. مشروب الشاي الأخضر اللي مليان مواد اسمها كاتيكينز، ودي بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم وتنشط الدورة الدموية. اللحوم والشوربة، ودول بيمدوا الجسم بحامض أميني مهم اسمه الأرجينين، وده بيخلي الجسم يصنع مادة النيتريك أوكسيد اللي بتوسع الأوعية الدموية. المكسرات بأنواعها المختلفة، ودول مليانين بزيوت الأوميجا اللي بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي بتحسن الدورة الدموية وصحة القلب. الرمان اللي بيقوي جدار الأوعية الدموية اللي هي الشرايين والأوردة، وطبعا الرمان معروف ان هو مليان حديد وبالتالي بيحسن الدم. البنجر، وده ليه مفعول السحر في تقليل ضغط الدم، وانا عارف ان ناس كتير مش بتحب تاكله، لكن حاولوا تجربوه. ممكن الاول هتحسوا انه طعمه غريب لكن مع الوقت هتتعودوا عليه. البطاطا، ودي غنية بالبوتاسيوم اللي ليه دور مهم في تظبيط ضربات القلب. الشوفان، مفيش بيت صحي مفهوش شوفان، اتمنى اشوفه في كل بيت ويبقى زي الرز والمكرونة، وده ليه دور كبير في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وبيحمي من تصلب الشرايين، وطبعا ليه مميزات كتير جدا وابقى اعمل له حلقة مخصوص. واخر حاجة هي زيت الزيتون اللي برضه اتمنى اشوفه في كل بيت لان ليه مفعول السحر في تقليل الكوليسترول في الدم. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب وشكرا.